انا عارف انك شفت فيديوهات كتير عن النجاح والطموح وتنظيم الوقت، بس صدقني الفيديو ده هيكون من اهم الفيديوهات اللي ممكن تسمعها في حياتك. مش بقول كده وخلاص، اسمعني للاخر وهتفهم انا قصدي ايه. وفي نصيحة مهمة جدا لأي حد عمره بين 14 و20 سنة، استنى معايا للآخر وهتشكرني بعدين. أكيد شفت في حياتك الشخص اللي ما بيذاكرش كتير بس دايما بيجيب أعلى منك وبيفهم من أول مرة، دايما سابقك بخطوة رغم إنك بتتعب أكتر منه، وبتقول لنفسك ده عبقري. بس خليني أقول لك حاجة مهمة، لو أنت العبقري ده أو تعرف حد عبقري، العبقرية من غير التزام عمرها ما بتوصل. في الآلاف اللي عندهم مواهب بس قليل جدا اللي قدروا يحافظوا عليها ويكملوا بيها، لأن العبقري النايم هيسبقوا العادي اللي بيصحى كل يوم وبيشتغل. والأمثلة حوالينا كتير وأكبرهم الدون كريستيانو رونالدو. الراجل ما كانش موهوب زي غيره بس اشتغل على نفسه كل يوم، وهو قالها بنفسه. It's the main point because everyone wants to be Cristiano, but I give you the map. You think you will do it that? دلوقتي خلينا نسأل السؤال المهم، ايه اللي بيخلينا مش قادرين نلتزم؟ قبل ما اجاوبك على السؤال ده لازم افهمك حاجة مهمة. الدماغ البشرية مصممة انها تبعدك عن اي مجهود، عن اي حاجة فيها ضغط او فيها تعب. العقل بيفضل الراحة دايما حتى لو الراحة دي بتدمرك. يعني لو قدامك اختيارين، واحد سهل وهيديك نتيجة سريعة زي انك تاكل فاست فود، والتاني صعب ونتيجته بطيئة زي انك تتمرن وتبني جسم كويس، عقلك هيختار الاسهل، مش لانه غبي لكن لانه متبرمج على كده. ده حتى لو فكرت في قرار بسيط زي ابدا اذاكر ايه، هلبس ايه النهارده وانا نازل، هاكل ايه، عقلك بيتوتر وبيشوف ان ده مجهود وعايز يهرب منه، وده بالظبط اسمه ارهاق اتخاذ القرار. طيب ايه الحل لارهاق اتخاذ القرار ده؟ الحل بسيط، هو انك تقلل عدد القرارات اللي بتاخدها كل يوم، تخلي فيه روتين. لما تبقى عارف ان الساعة 8 هتذاكر والساعة 9 هتتمرن والساعة 10 راحة، ساعتها دماغك مش بتفكر، هي فعليا بتنفذ. المخ بيرتاح لما يكون في نظام، والكلام ده في ناس مشهورة فاهماه جدا وبتنفذه، زي مارك صاحب شركة ميتا. تلاقيه كان بيلبس نفس الهدوم، وطبعا مش عشان ما عندوش هدوم غيرها، بس عشان ما يضيعش طاقته في قرارات بسيطة. اللبس ثابت، القرار محسوم، فالمخ يركز على التنفيذ مش على التفكير. وفي الآخر عايز أقولك إن الالتزام مش معناه إنك تقلب حياتك في يوم واحد. مش لازم تبدأ ب5 ساعات مذاكرة ولا تمرين ساعتين، ابدأ بحاجة بسيطة جدا، اقرأ صفحة واحدة أو اتمرن 10 دقايق بس، المهم تبدأ. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يعني اعمل حاجة صغيرة بس خليك ثابت وملتزم عليها، والطريقة دي اسمها العادات الذرية. حاجات بسيطة بتعملها كل يوم بس مع الوقت بتبني شخصية تانية خالص. ولو عمرك بين 14 و20 ركز معايا، التعليم الأكاديمي في المدارس مهم بس لوحده مش كفاية، لازم تطور مهارة أو موهبة عندك حتى لو 10 دقايق يوميا. أي حاجة بتحبها اشتغل عليها، ولو مش عارف بتحب ايه فجرب. كل اسبوع جرب مجال جديد، جرافيك، مونتاج، برمجة. شوف نفسك في ايه، ما عجبكش انقل على غيره، المهم تفضل تحاول، ومع الوقت هتبقى محترف، والمهارة دي احتمال كبير تبقى مصدر دخل ليك. انا بدأت وانت كمان لازم تبدأ. اكتب لي في التعليقات ايه الحاجة اللي كنت بتأجلها وقررت تبدأ فيها بعد الفيديو. سلام.